زي ما انت شايف قدامك كده بالتاريخ 29/3. اخواتي الدنيا خربانه معاهم حرفيا، وبيدرسوا ومش معاهم فلوس وعايزين يعملوا ارباح خفيفه كده، حاجه تمشي دنيتهم يوميا. النهارده جايب لك يا باشا تطبيق سيا. طبعا انا شرحته كذا مره، بس النهارده بقى هشرح لك فيه اسرار ما فيش اي حد قالها في الرسائل والعبارات السريعه والحاجات اللي بتزود الجواهر عندك. هشرح لك الكلام ده كله بالتفصيل. وطبعا في مشكله في تطبيق تيمو اللي هو جايب لك الصوره دي كده، زي الرساله دي كده، بيقول لك حصل مشكله وبتاع في التطبيق، فالتطبيق هيتحل. مفيش اي مشكله يعني في تطبيق تيمو، هيرجع يشتغل زي الاول. كان في مشاكل واجهتنا في تطبيق عمار وحليناها. طيب انه افضل؟ السؤال اللي دايما بيسأل لي، تطبيق سيا ولا تطبيق عمار؟ طبعا انا من وجهه نظري تطبيق عمار نمبر 1. لكن الناس اللي بتزهق كل شويه من حوار التوثيق بتاع عمار، كل شويه يطلب منها توثيق، فبالتالي سيا هيبقى مناسب، لان سيا بتوثق مره واحده، وسيا ممكن اي حد يوثقه لك، ياخد حسابك ويوثقه لك ويرجع لك حساب تاني. لكن عمار لازم انت يعني اللي توثقه لنفسك كده. هنبدا دلوقتي شرح تطبيق سيا. يلا بينا نبدا الفيديو يا جماعه، وهوريكم يعني ازاي تسجلوا وتخشوا في الوكاله والكلام ده كله. وانا حرفيا انا تجربتي الشخصيه فيه، انا ساحب منه رقم محترم. انا مش عايز اتكلم بس عشان سياسات اليوتيوب، انا بحترم اداره اليوتيوب بنت ماشي. فيلا بينا نبدا شرح على طول تطبيق سي. انزل اعمل لايك واشترك في القناه يا اخويا، ويلا بينا نبدا على الشرح العام. طبعا يا جماعه التطبيق بيفتح معانا بالواجهه اللي انتم شايفينها قدامكم دي. بص، اول حاجه هندوس على الملف الشخصي اللي هنا دوت، وبعد كده هندوس على الدخل. تعالى بس اوريك كل حاجه بالسكرينات قدامك. هندوس كده على الكلمه دي اهوت، وهندوس علامه المنبه دي اللي هي السجل بتاع السحب. زي ما انت شايف قدامك كده بالتاريخ 29/3، عندك برضو تحت 29/3. الكلام ده انا شخصيا عملته في اسبوع، مش هكدب عليك واقول لك في يوم ولا الكلام ده كله، لا في اسبوع حرفيا. وده بيقول لك جاري السحب، بس هو حرفيا وصل لي. طيب عشان بس يبقى الكلام واضح، هنسحب معاكم كده 245 قدامك اهوت. هدوس على ارسال طبعا، وهو جاري السحب اهو يا جماعه. تمام. واللي عايز طبعا في كود كده بتدخلوه انت بتسجله، هيبقى الكود دهوت. تمام. هندوس كده دعوه الاصدقاء، يبقى الكود اللي ظهر قدامكم ده عشان يبقى انت دخلت في الوكاله، وينزل لك يعني رسائل اكتر وتظبط معاك الدنيا والكلام ده كله. تمام. اهو اللي هو ار او 1 كي جي سي، جي اس قصدي. تمام. وبعد كده بتعمل ايه بقى؟ انت بتوثق الحساب اول حاجه، وتظبط الملف الشخصي. هندوس مركز التحكم كده. تمام. وهو تدوس على التحكم الجنسي ده، يقول لك اعمل وشك كده وشك كده وشك كده، بس قبلها بتكون حاطط وش البنت اللي انت هتوثق بيه الاول هنا، وبعد كده بتوثق عليه وخلاص. وبعد كده بقى تخش كده على الاوبشن دوت. ده حساب صديقتي يعني. اهو يا جماعه ظهر قدامك اهوت اهو. شايف مكتوب فوق رساله استلام. بصوا يا جماعه اهو، تظبطوا الملف الشخصي بتاعكم، والعمر والسن والمقاطع الصوتيه والحاجات دي كلها بتفرق. تمام. بص بقى يا باشا، عندك رسالة الترحيب دي خليك مركز عليها. هتعمل هنا رسالة ترحيب مكونة من صورة ونص. حط فيها صورة وحط فيها النص عشان ايه؟ تبقى سهل عليك في المحادثة. زي العبارات السريعة اللي في عمار، تدوس كده يقوم جاي باعت لي رسالة سواء ريكورد، سواء تحط فيها صورة، الكلام ده كله. وندوس كده على اوبشن الرسائل كده اهو. هنا بيقول لك يرجى الانتظار، بدأت عملية السحب. تمام. دي طبعا الرسالة اللي هيبرد عليها. هتلاقي الشاشة مسودة عندكم. طبعا التطبيق أحلى ما فيه اللي هو فيه أجانب ومصريين وعراقيين، يعني جميع الدول يا جماعه التطبيق شغال فيه. عندك بقى تخش تبعت للاشخاص دول كلهم، انت اصلا مش هتلحق انك تبعت لهم اصلا، لانك انت هتلاقي رسائل شغاله على طول. لازم ترد على الرسائل كلها، تفتح في وقت يعني تفتح بالليل احسن، وترد على الرسائل كلها اللي بجواهر واللي من غير جواهر، عشان التطبيق يقترح الحساب بتاعك. لازم كل الرسائل ترد عليها. عندك بقى اوبشن اللي فوق ده اللي هو اسم المهام اللي على اليمين دوت، هندوس عليه كده. المهام اليوميه دي ممكن تعملها عادي. خلينا احنا في المهمه الرسميه دي اللي هي اهو تارجت اهو. هتعمل تارجت كذا يبقى عليه كذا، هتعمل التارجت اللي بعده كذا يبقى عليه كذا تحت، هتعمل تارجت كذا ده بتاع الرساله. طيب تحت الماس بتاع المكالمه اهو نفس الكلام. عايز تشتغل مكالمه براحتك، انت عايز تشتغل تارجت مثلا، دي حاجات اضافيه يعني جواهر وكده. طيب لو انت عايز تعمل مسابقات فيديو اهي فيها برضو جواهر محترمه، هندوس عدم السماح، انا مش عايز اعمل مسابقات انا. تمام. وبيقول لك يعمل اديله الصلاحيه وبتاع اهو. بيقول لك في رساله جديده جت اهي. خدنا عليها 12 جوهرة اهو، يعني حاجات بسيطة، لكن كل ما انت مستمر على التطبيق وقعد عليه فترة طويلة بيبدأ يجيب لك في جواهر أكتر وكده. عندك البث المباشر. لو انت عايز تعمل بث مباشر، يعني لو انت يعني عايز يظبط الرسائل عندك برضو، ممكن ايه ان انت تعمل ايه لحظات، انك تنشر لحظات مثلا لنفسك وكده. تمام. الله 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 الله.
المهم يا جماعه دي الرومات الصوتيه، لو انت عايز عندك الروم الرسمي بتاع سيا، عندك روم الوكالات والكلام ده كله. هل احنا عندنا روم للوكاله؟ ما فيش روم للوكاله. ما فيش روم للوكاله يا اخويا. انت ايه، ما تعتمدش على روم الوكاله، انت خليك ترد على الرسائل. الرسائل يا جماعه جميله جدا، حرفيا الرسائل حلوه قوي في التطبيق بتاع سيا. لو انت عايز تعمل دعوه اصدقاء بتعملها عادي تمام. واهم حاجه بس انك تخش بالكود تمام. عندك السيتنج دي، لو انت نسيت تدخل رمز الدعم وانت بتسجل بتلاقي هنا مكتوب، بس لازم تدخل رمز الدعم في اول يوم، لان كده مش هينفع تنضم لاي وكاله تانية. تمام. وبس يا جماعه كده شرحت كل حاجه في تطبيق سيا. ما تنسوش بقى اعملوا لايك وسبسكرايب عشان نشوف كل جديد. احلى ناس في الدنيا، اشوفكم فيديو جديد. سلام.